أهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة عدسة الشارع. أنا هشام صاحب القناة. النهاردة أخوكم في جولة، وتحديدا في شارع المعز لدين الله. ومسار حلقتنا النهاردة أو رحلتنا أو جولتنا هي مسجد وسبيل سليمان أغا خان. ودلوقتي احنا دخلنا من البوابة وشايفين ادي باب اهوت. وبس الاول احب اقول لكم ان عائلة السلحدار لماذا سميت هذه العائلة بهذا الاسم. اسم السلحدار ده اسم تركي، وهو مركب عن عبارة سلح اي سلاح، ودار وتعني لاحقة للملكية، وهي كلمة فارسية. الكلمة الفارسية دي جت عن طريق العثمانيين، وكانت عندهم دي رتبة عسكرية معناها حامل السلاح. ودلوقتي احنا داخلين اهوت على الصحن بتاع الجامع، وهيقابلنا على يميننا دي المنطقة الشرقية. وفي المنطقة الشرقية دي تعتبر حرم المسجد أي صحنه، وهي عبارة عن صحن كبير وتحيط به الأورقة من كل جهاته الأربعة، وتغطيها قباب صغيرة. وزي ما قلنا حضراتكم العمدان اهيت زي ما انتم شايفين الأربع عمدان اللي هي قايم عليهم المسجد. والقباب دي قباب صغيرة، وقد زخرفت من النقوش الزيتية متعددة الألوان كما نراها حاليا في سقف المسجد. وأنا بعرض لحضراتكم اهو دلوقتي سقف المسجد، وتشوفوا حضراتكم النقوش الزيتية الموجودة به، وفيها كتابات قرآنية. ومن ضمن هذا الصحن فتحة وتسمى الشخشيخة. وهذا المكان الشرقي يحتوي على مكان للصلاة، ويتكون من بكيتين زي ما قلنا، كل باكية عليها عمودين من الرخام. وهذا هو المنبر. وهقرب الكاميرا دلوقتي عليه حتى تشاهدون الكتابة واسم الملك مكتوب على هذا المنبر. وعائلة السلحدار دي جت أو حكمت في هذا الوقت من سنة 1255 هجريا إلى 1839 ميلاديا. ويعتبر مسجد وسبيل وكتاب سليمان أغا خان من المساجد التي أنشئت في عصر محمد علي باشا. وهذا المسجد يقع عند بداية حارة برجوان. وحارة برجوان دي موجودة من شارع أمير الجيوش. وفي الشارع المقابل لشارع النحاسين من ميدان باب الشعرية. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اللي قصادنا دلوقتي دي الجهة الأخرى من المسجد. والمسجد دوت يعتبر من أحد المساجد التي أنشئت في مصر، وكان يقام فيه زي دروس بسيطة كده في ذلك الوقت. ويعتبر دلوقتي احنا شايفين قدامكم حضراتكم دلوقتي دي كان مكان للوضوء زي ما هو موجود. برضو لو حضراتكم كنتوا رحتوا مسجد الحاكم بأمر الله سوف تجدون في صحن المسجد برضو هذه الفسقية، وكانوا يستخدمونها للوضوء.
وعلى يميننا دلوقتي هنلاقي بعض الأوض، وعلى شمالنا برضو نفس الأوض. والمسجد يعتبر من المساجد قمة العمارة الإسلامية والبناء. وفي نهاية الفيديو، إذا أعجبكم فلا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. دمتم ودامت أوقاتكم بكل خير. أتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله.